يا مساء الخير للجميع. اليوم وصفتنا هي كباب البرغل على الطريقة الحلبية. بتطلع معكم هيك طرية، بتطلع عن جد جوسي وشي روعة. هلا لنبلش، عندي هون كيوب من البرغل الأسمر أو العمقي، بنحطهم كمان بنغسلهم وبننقعهم تقريبا شي 20 دقيقة. وعندي هون البهارات، البابريكا ملعقة صغيرة، وعندي كمان كمون وملح، وبنحط كمان فلفل أسود. وعندي هون كمان دبس فليفلة ملعقة كبيرة، وبنحط هون فليفلة حلوة تقريبا نص كوب، وإذا بدكم كمان نص كوب فليفلة خضراء بس أنا ما كان عندي. بنحط بصلتين مبروشين برش وسط، وعندي هون كمان معلقتين سمنة بدل الدهنة، واللي عنده دهنة ما يحط سمنة، حطوا تقريبا هيك شي 150 جرام دهنة. هلا بنعجنها منيح لحتى هيك نحصل على عجينة حلوة. هون عندي صينية الفرن، وانتو اي صينية فيكم كمان تستخدموها. بنحط هون تقريبا ملعقة سمنة، ندهن الصينية، ونحط كمان هون هلا كمية اللحمة كلها. وانتو بتشكلوها مثل ما بدكم بتزينوها وكيف ما بدكم بتزينوها. انا حبيت اعملها على الطريقة هاي لانه صينيتي كبيرة كمان. وهيك بنطلع منها خالصين. هلا هون فينا نزينها نحن بالجوز، او فينا كمان نزينها بالفستق الحلبي، وبنحط هيك على وشها شوية سمنة، وبنحطها كمان بالفرن على درجة حرارة 180. بتاخد معكم من 20 ل 25 دقيقة تقريبا. تطلع معنا بهالشكل هاد، والريحة يا سلام، شي عن جد يعني شي روعة. عن جد طرية يعني شي والله غرام. عن جد طرية يعني شي والله غرام. والريحة بس عن جد بدي اياكم تجربوها وشوفوا كيف. وهيك كان فيديو لليوم، ان شاء الله هيك تعجبكم، ولا تنسونا باللايك والاشتراك. سلام.